مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. من الفضاء الإريترية نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار لهذه الفترة، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. تنظيم ورشة عمل لتطوير رياضة سباق الهجن لإقليم الكاشبركة. نتائج مرضية لجهود تحسين الأداء الأكاديمي للطلاب من الكليات الطبية. بلوغ نسبة تغطية التطعيم في مديرية سرعة إلى 85%. زعماء أوروبيون يحذرون من وقف النار بأوكرانيا من دون اتفاق سلام. كوريا الشمالية تؤكد أن نزع سلاحها النووي هدف غير معقول. قتلى جراء فيضانات في ولايات أمريكية. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أقيمت ندوة لتطوير سباق الهجن كرياضة في إقليم الكاشبركة تحت شعار الإبل من الثقافة القديمة إلى الاستثمار الرياضي بمديرية دقة في 15 من فبراير. وأوضح مسؤول اتحاد سباقات الهجن بإقليم الكاشبركة السيد محمد عثمان شلال أن الهدف من الندوة هو التعرف على الإبل للأغراض الرياضية وتعزيز رياضة سباق الهجن من خلال دراسة ثروة الإبل في أجزاء مختلفة من الإقليم. وأضاف أن هنالك نحو 104,000 جمل من 4 سلالات بالإقليم، موضحا أن أول مسابقة إقليمية تمت إقامتها في مدينة هيكوتا في عام 2024. وأشار السيد محمد عثمان إلى أنه من المتوقع أن تحدث هذه الندوة تغييرات جوهرية في مجال سباق الهجن. وأضاف مدير عام قسم الثقافة والرياضة بإقليم الكاشبركة السيد إدريس صالح بدوره قائلا أن الأمر يتطلب استثمارا متضافرا يعتمد على الأبحاث لزيادة الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للإبل وتطوير رياضة سباق الإبل التقليدية إلى أخرى حديثة. من جانبه قدم رئيس الاتحاد الإريتري لسباقات الهجن السيد صالح محمد أبو بكر عرضا عن خلفية سباقات الهجن والسلالات المختارة للميدان. وحث السيد صالح كافة المعنيين للمساهمة في المبادرة التي ستعمل على الاستفادة من الثروات الرياضية من الإبل في الإقليم. وحث حاكم إقليم الكاشبركة السفير محمود علي حروي في ختام الورشة إدارات المديريات على العمل لتطوير سباقات الهجن بوضعها ضمن أولوياتها. أسفرت الجهود الحثيثة لتحسين تحصيل الطلاب من خلال تعزيز العملية التعليمية بمديرية عبد القيح عن نتائج مرضية. تم توضيح ذلك في اجتماع تقييم الفصل الدراسي الأول المنعقد يومي 13 و14 من فبراير الجاري، والذي أظهر نجاح 92% من 15,470 طالبا مسجلين في جميع المستويات الدراسية، وأن 47 منهم من الطالبات. ويتحسن أداء الطلاب بشكل عام والطالبات بشكل خاص عاما بعد عام. كما تم افتتاح مدرسة ابتدائية جديدة في قرية إيجيلا لتوفير فرص التعليم للمواطنين في المناطق النائية. وتم ترقية مدرسة سيبراسو الابتدائية إلى المستوى المتوسط. كما تم بناء فصول إضافية للتخفيف من النقص في الفصول الدراسية. وأوصى مسؤول الخدمات التعليمية بالمديرية الأستاذ بيانات أسفاي الكادر التعليمي لبذل المزيد من الجهود لضمان نتائج أفضل في الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، مشيرا إلى أن معدل التخلف عن الدراسة بسبب الزواج القسري لم يحدث كما في السنوات السابقة. وأوضح مسؤول برنامج تعليم الكبار في فرع التعليم بالإقليم الجنوبي الأستاذ بلاي نور حسين أنه من المفيد تطوير علاقات جيدة بين الشركاء والإداريين في هذا الصدد. وأشار مسؤول وحدة الخدمات الاجتماعية السيد أسفهات تركاي بأن موضوع التعليم لا يخص جهة بعينها، وإنما يتطلب تضافر جميع الجهود. هذا وتوجد 52 مؤسسة تعليمية في مديرية عبد القيح بمختلف المستويات من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وكذا 13 مكتبة. أفاد مسؤول وحدة الخدمات الاجتماعية بمديرية السنية السيد إفريم الصفاو أن الخدمات الاجتماعية تتطور لتسهم في خلق الاستقرار والراحة في حياة المواطنين. وأوضح السيد إفريم أن المديرية التي تضم 11 إدارة ضاحية تستضيف 23,765 طالبا
46% منهم من الطالبات يتلقون التعليم في 10 رياض أطفال و31 مدرسة ابتدائية و15 مدرسة متوسطة و3 مدارس ثانوية، ليصل عدد المدارس في المديرية إجمالا إلى 59 مدرسة تقدم خدمات تعليمية عن قرب. وفيما يتعلق ببرامج الضمان الاجتماعي، أشار إلى تقديم مساعدات مالية ومادية وتنظيم برامج إعادة التأهيل عبر الحكومة والمواطنين المتبرعين من وقت لآخر. وبناء على ذلك تم توزيع 60,000 نقفة تبرع بها موظفو المؤسسات الحكومية على أسر الشهداء، وفي حين تم توزيع 7,200 نقفة على 14 من الأطفال اليتامى. وفي القطاع الصحي ذكر السيد فريم أن هنالك 3 عيادات ومركز صحي واحد ومستشفى واحد يقدم خدمات طبية شاملة، موصيا المجتمع بضرورة تعزيز المشاركة في تطوير الخدمات المقدمة. أفاد مسؤول المركز الطبي بمديرية سلعة الممرض إدريس حمد أن نسبة التطعيم بالمديرية وصلت إلى 85% بفضل زيادة وعي المجتمع بشكل عام والأمهات بشكل خاص. وأوضح الممرض إدريس لوكالة الأنباء الإريترية أن التقدم المسجل هو بفضل العمل المشترك والتفاني من جانب المهنيين الصحيين والإدارات، وكذلك وحدات مراقبة الحدود الشمالية الغربية وغيرها. وأوصت الأمهات اللواتي شاركنا في حملة التطعيم بضاحية حنبكتا لتعزيز حملات التوعية، مشيرات إلى صعوبة الحصول على خدمات التطعيم المنتظمة بسبب بعد منطقتهن، وأن الأطفال الذين فاتتهم جرعات التطعيم تمكنوا من تلقي الجرعات بفضل جهود المهنيين الصحيين المتجولين. وحث الممرض إدريس في الختام المعنيين بضرورة الاهتمام بتجميع القرى وحل مشكلة المواصلات ونقص سيارات الإسعاف لضمان تنفيذ الخطة، وكذا الوصول إلى جميع إدارات الضواحي كل شهرين على النحو المطلوب. أكد سكان مديرية عتة كليزان على التعاون مع مدراء إدارات الضواحي ولجان القرى المنتخبون منذ 11 من فبراير. وأوضح مدير المديرية المقدم يماني مبرحته أن عملية انتخابية ناجحة تجرى بمشاركة شعبية واسعة وتعاون كافة الجهات المعنية، مشيرا إلى أن ارتفاع عدد الإناث المنتخبات يعكس الوعي المتنامي. وأكد المدراء المنتخبون من جانبهم على الاستعداد التام لخدمة الشعب بتفان وإخلاص. هذا وستستمر انتخابات إدارات الضواحي ولجان القرى في 11 إدارة ضاحية بمديرية عتة كليزان حتى 25 من فبراير. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. قوموا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي أن مجموعة من الزعماء الأوروبيين اتفقوا في اجتماع بباريس على استعدادهم لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، لكنهم حذروا من التوصل إلى وقف لإطلاق النار من دون اتفاق سلام. وكان ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني أولاف شولتز ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك ورئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز من بين الزعماء الذين حضروا الاجتماع. كما شارك في الاجتماع كل من رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف ورئيسة الوزراء الدنماركية ماتا فريدريكسون ورئيس حلف شمال الأطلسي مارك روتا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا. وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي: نحن نتفق مع الرئيس ترامب على نهج سلام من خلال القوى. وأضاف المسؤول: نعتقد أنه من الخطير إبرام وقف لإطلاق النار من دون اتفاق سلام. انتقدت كوريا الشمالية الولايات المتحدة وجيرانها الآسيويين بسبب سعيهم لتحقيق هدف غير معقول يتمثل في نزع سلاحها النووي، وقالت أنها ستسعى لتوسيع قواتها النووية تحت قيادة زعيمها كيم جونغ أون. وجاء بيان وزارة الخارجية في بيونغ يانغ بعد اجتماع كبار الدبلوماسيين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في مؤتمر أمني في ألمانيا، حيث جددوا التزامهم بتعزيز التعاون العسكري وتعزيز نظام العقوبات الدولية لمواجهة الطموحات النووية لبيونغ يانغ. واتهمت الوزارة الكورية الشمالية الولايات المتحدة بمحاولة تنفيذ خطة قديمة وغير معقولة لنزع السلاح النووي منها، وحذرت من رد فعل قاس وحاسم ضد خصومها إذا شعرت بأن أمنها مهدد.
وكان هذا البيان الكوري الشمالي الأحدث الذي يتهم الولايات المتحدة الأمريكية بالحفاظ على سياسات عدائية ضد بيونغ يانغ، رغم أن وسائل الإعلام الرسمية لم تذكر حتى الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاسم، والذي كان قد عقد اجتماعات قمة غير مسبوقة مع الزعيم الكوري الشمالي خلال ولايته الأولى. لقي 14 شخصا مصرعهم في أحدث موجة من الطقس القاسي تضرب الولايات المتحدة الأمريكية، بينهم 12 شخصا في ولاية كنتاكي لقوا حتفهم عندما ارتفع منسوب المياه في الخلجان جراء الأمطار الغزيرة وقمرت مياه الأمطار للطرق، وانخفضت درجة الحرارة إلى 60 درجة تحت الصفر في بعض المناطق. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من عاصفة شتوية تحمل هواء قطبيا من شأنه أن يتسبب في صقيع غير مسبوق. كما صدرت تحذيرات من البرد القارس في 11 ولاية أمريكية تمتد من الحدود الكندية إلى أوكلاهوما ووسط تكساس، حيث من المتوقع أن تجلب الجبهة القطبية درجات حرارة باردة قياسية ورياح باردة بحلول منتصف الأسبوع. في الخبر الأخير، اشتد نشاط بركان جبل إيتنا في أول ثوران له هذا العام، حيث شهد تدفقا للحمم بكميات كبيرة وانبعاثا للرماد أيضا، الأمر الذي تسبب في تعطل حركة الطيران في أجواء صقلية. وأصدر عمدة بلدة أدرانو، وهي إحدى أقرب المناطق المحاذية للبركان، مرسوما يحظر على أي شخص الاقتراب من الحمم البركانية المتدفقة حتى 15 من فبراير الحالي. وبسبب انتشار سحب الرماد، غير مطار كاتانيا في صقلية مسار عشرات الرحلات الجوية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقد استمر البركان في إطلاق الحمم التي تحركت نحو الجنوب الغربي، لكن السلطات لم تعلن عن أي تهديد مباشر للمناطق المأهولة بالسكان. ويعتبر جبل إيتنا الواقع على الساحل الشرقي لجزيرة صقلية أنشط بركان في أوروبا. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. تنظيم ورشة عمل لتطوير رياضة سباق الهجن بإقليم القاشقرقة. نتائج مرضية لجهود تحسين الأداء الأكاديمي للطلاب بمديرية عدقي. بلوغ نسبة تغطية التطعيم في مديرية سلعة إلى 85%. زعماء أوروبيون يحذرون من وقف النار بأوكرانيا من دون اتفاق سلام. كوريا الشمالية تؤكد أن نزع سلاحها النووي هدف غير معقول. وقتل جراء فيضانات في ولايات عدة أمريكية. مشاهدينا الفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.